بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. حبايبي واخواتي ابطال السنة تانية اعدادي، رجعنا معاكم تاني لدرس جديد من دروس منهجنا الجميل منهج التاريخ. طبعا معاكم مستر محروس امام، معلم اول الف مادة الدراسات الاجتماعية وماجستير تاريخ. تمام، معانا تاني درس من دروس التاريخ وهو بعنوان بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. احنا خدنا في الدرس اللي قبل كده ان العرب، او الدرس التمهيدي كمان، ان العرب كان عندهم عادات كويسه وعادات وحشه. من العادات السيئه اللي هو شرب الخمر ولعب الميسر والاخذ بالثأر والحاجات دي كلها. وخدنا في الناحيه الدينيه كانوا بيعبدوا الاصنام والاوثان والكلام ده. سيدنا محمد كان عايش في المجتمع ده، بس هل كان بيعمل زي كده؟ كان بيشرب الخمر او بيلعب الميسر او حتى بيسجد للاصنام؟ ابدا، لم يسجد ابدا للصنم، وبالعكس كان بيحتقر اللي بيحصل ده، يعني مش مقتنع باللي بيحصل ده. فكان بيترك قومه في الجهل والضلال اللي هم فيه، ويروح في مكان بعيد كده في الصحراء يسمى غار حراء. غار ايه؟ غار حراء. بيعمل ايه في غار حراء؟ غار ده زي كهف كده في الجبل، تمام؟ يقعد يتأمل في الكون. يا ربي، معقولة الشمس دي اللي بتزيح ظلام الليل وبتنور الكون كله، وبعد كده تغيب، بيجي بعدها القمر والنجوم والحاجات دي كلها والرياح والامطار والزرع والسماء، كل ده الاصنام اللي قوم بيعبدوها هم اللي بيتحكموا في الكلام ده؟ لا، اكيد في اله بيتحكم في الكلام ده. يبقى كان صلى الله عليه وسلم يخرج الى غار حراء ليتعبد فيه وكان يتعبد، كان يمكث فيه اياما بعيدا عن الناس، يقعد فيه فتره كده بعيد عن الناس، يقعد يتأمل في الكون ويتعبد ويعبد ربنا، تمام، ويتأمل في خلق الله، لحد ما هو في ليلة من إحدى ليالي شهر رمضان نزل عليه الوحي. نزل عليه مين؟ الوحي، وهو يتعبد في غار مين؟ غار حراء. ما هو الوحي؟ جايبه لك اهو، ما ينزله الله على الانبياء عن طريق سيدنا جبريل. عن طريق سيدنا مين؟ جبريل عليه السلام، تمام؟ سن النبي في الوقت ده كان كام؟ كان 40 سنه. 40 ايه سنه؟ كان عمره 40 عام، كان ماشي. طيب، بعد كده قصه نزول الوحي. كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قلنا بيتعبد في احدى ليالي شهر رمضان، فنزل عليه الوحي اللي هو سيدنا جبريل ومعاه الكلام من ربنا، فضمه كده ضمه كده وقال له اقرأ. قال ما أنا بقارئ. سيدنا محمد كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وده سر ومعجزة من معجزاته إن هو لا يقرأ ولا يكتب ويجيب القرآن ده كله، عشان ما يقولوش إن هو ألفه من نفسه، تمام؟ فاقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ في المرة الثالثة قرأ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهي سورة مين؟ سورة العلق، تمام؟ طبعا أراها سيدنا محمد، وبعد كده اختفى سيدنا جبريل، فرجع سيدنا محمد يرتجف. عفريت، شاف عفريت ما يعرف، أول مرة شاف حاجة زي كده، فذهب إلى بيته وهو يرتجف، فدخل على زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، واخذ يقول زملوني زملوني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. لما تكون انت بتترجف كده مخضوض جدا جدا، عايز تتدفى عشان تطمن كده، تمام؟ فلما رجع بقى وهدي كده، اخبر السيده خديجه زوجته، قال لها اللي حصل معايا كذا 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 كذا. قالت له ما تخافش، ربنا مش هيضرك ابدا، تمام؟ قالت له والله لا يخزيك الله ابدا. ونحفظ الجمله دي لما بتجي لك من قائل هذه العباره، والله لا يخزيك الله ابدا. وبدات تطمنه كده وتهديه، وقالت له انت بتعمل خير، اكيد ربنا عمره ما يضر الانسان اللي بيعمل خير. ايه الخير اللي كان بيعمله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالت له انك لا تصل الرحم. صله الرحم هم الاقارب. وتكسب المعدوم. يعني ايه يكسب المعدوم؟ المعدوم الفقير اللي ما عندوش حاجه خالص بيساعده والكلام ده كله، ويعينه على نوائب الحق، الخير، بيعمل حاجات كويسه جدا. فاكيد اللي بيعمل خير عمر ربنا ما هيضر يا اولاد، تمام كده؟ فبعد كده قالت له طب خلاص تعالى بقى نروح بقى للدكتور بقى. مين الدكتور بقى؟ مش الدكتور البطنه ولا المخ واعصاب ولا الكلام ده كله، دكتور العالم بالاحداث دي. كان ليها ابن عم هي يسمى ورقه بن نوفل. ورقه بن نوفل ده كان على دين سيدنا ابراهيم. فاكرين دين سيدنا ابراهيم من الدرس التمهيدي؟ ايوه، كان على الحنيفيه، عباده الله الواحد الاحد، على دين سيدنا مين؟ ابراهيم. وكان عالما بالانجيل. الانجيل اللي هو كتاب مين؟ السيد المسيح عيسى عليه السلام، تمام؟ يبقى ثم اخذته الى ابن عمها
ورقة بن نوفل الذي كان على دين سيدنا مين؟ إبراهيم وعالما بالإنجيل، فطمنه قال له اهدى كده، يعني انت اللي جالك ده هو الناموس أي الوحي، والناموس ده يا أولاد اللي هو بيبشر بالخير، اللي هو كان قال له اللي كان بيجي لسيدنا مين؟ سيدنا موسى، وانت بقى اللي عليك العين بقى، انت النبي المنتظر، انت نبي آخر الزمان، لأن موجود في الكتب دي ان في نبي هيظهر آخر الزمان، يبقى انت كده شكلك انت النبي اللي هيظهر في آخر الزمان. تمام كده؟ يبقى تاني، من هو ابن عم السيدة خديجة الذي طمأن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه سيكون نبي آخر الزمان؟ ورقة ابن نوفل. تمام كده؟ طيب، ومن هنا بقى هيبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد. طبعا سيدنا محمد جاي بدين جديد، قومه بقالهم سنين هم وآبائهم وأجدادهم بيعبدوا أصنام وأوثان ومقتنعين بيها بقالهم سنين، فجأة هيقول لهم كل ده ملوش لازمة واعبدوا إله جديد موجود في السماء وأنتم مش شايفينه. طبعا ده موضوع فوق الخيال وفوق يعني مش هيستوعبوه، فقال لك انا مش مره واحده اقول لهم الكلام ده، قال لك انا هقسم دعوتي الى 4 مراحل، خطوه خطوه خطوه. زي حضرتك كده لما لا قدر الله تعمل مشكله جامده بقى في المدرسه ولا حاجه وتتفصل ونهار ابيض ومامتك مش مصدقه، عارف انت لو رحت قلت الكلام ده هتتعلق بقى، وخصوصا لو ابوك عرف بقى، تروح بقى تقول الموضوع لماما كده بالتدريج كده، عارفه يا ماما ده النهارده حصلت مشكله كبيره في المدرسه ومش عارف البنت الكويسه دي والولد الكويس دول اتفصلوا وتبدا بتمهد لها، هوب هوب، وفي الاخر تيجي مديلها القنبله دي في وشها. فمعلش مع فارق التشبيه سيدنا محمد يعني بالنسبه الدين بتاعه بالنسبه لاهل قريش كانه قنبله هتنفجر فيهم، فلازم يمهد لهم واحده واحده، بس قنبله خير مش قنبله شر، عشان بس ما حدش ياخد الكلام بالنص كده. فهيقسم دعوته إلى 4 مراحل. أول مرحلة تسمى مرحلة الدعوة السرية، ودي هتبدأ منذ البعثة لما كلف بحمل الرسالة برسالة الإسلام لحد 3 سنين. 3 سنين. المرحلة الثانية مرحلة الجهر بالدعوة أو الجهرية أو العلنية بدون مواجهة، بدون مواجهة، وهنعرف الكلام ده بالتفصيل، ودي بدأت من السنة الثالثة لحتى الهجرة، حتى الهجرة، ودول في الدرس بتاع النهاردة. المرحلتين التانيين بقى اللي هي الثالثة مرحلة مواجهة المعتدين عن الدعوة اللي هي الغزوات، تبدأ من السنة الثانية من الهجرة لحد السنة السادسة للهجرة، ودي هناخدها في الدرس الجاي. هو المرحلة الرابعة اللي مرحلة عالمية الدعوة ومواجهة من يقف ضد الدعوة، تمام كده، ونشرها عالميا، ودي بتبدأ بصلح الحديبية. بصلح الحديبية، ودول هنعرفهم في الدرس اللي جاي. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم قسم دعوته إلى كم مرحلة؟ 4 مراحل. 4 مراحل: السرية، ثم المرحلة الجهرية، ثم مرحلة مواجهة المعتدين، ثم مرحلة عالمية الدعوة. تمام. النهارده هناخد اول حاجه، اول مرحلتين اللي هم مرحله الدعوه السريه، ودي قلنا استغرقت 3 سنوات منذ البعثه لحد قعد 3 سنين لحد ما ربنا هيأمره ان هو يجهر بالدعوه. الرسول عارف ان الموضوع اللي هيعمله ده هيعمل تغيير كبير جدا وصعب على اهل مكه ان هم يستوعبوه بسهوله. تمام. فهيعمل ايه بقى؟ نشرب ينسون معلش. هيبدأ صلى الله عليه وسلم يدعو المقربين إليه، الناس اللي واثقين فيه، الناس اللي هيصدقوه، الناس اللي عندهم عقل، الناس اللي مش عاجبهم موضوع الأصنام والأوثان ومش مقتنعين بيها. فيبدأ في هذه المرحلة بدعوة أهل بيته والمقربين منه. فآمن به طبعا زوجته رضي الله عنها السيدة خديجة أول من آمنت من النساء، وصديقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أول من آمن من الرجال، وابن عمه علي بن أبي طالب أول من آمن من الصبيان أو الغلمان، وخادمه سيدنا زيد بن حارثة وهو من الموالي أو الخدم. تمام. ماشي. يبقى دول اول ناس امنوا بسيدنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدا عدد المسلمين يزداد شويه لحد ما وصلوا ل 30 واحد، فكان لازم الرسول يجتمع بيهم بقى في مكان معين ويبداوا بقى يتدارسوا امور الدين والقران اللي بينزل عليه، ويقول لهم الدين بيامر بكذا وبينهى عن كذا والكلام ده كله. فهم الموضوع سري محدش يعرفه، فكان لازم يجتمعوا في مكان محدش ياخد باله منهم، فكانوا بيجتمعوا في مكان بعيد شويه كده بتاع بيت دار، يعني بيت دار بتاعت واحد اسمه الارقم ابن ابي الارقم، احد الصحابه رضي الله عنهم. كان مكان يجتمع فيه الرسول مع صحابته ليتدارسون فيه امور الدين، يتدارسون فيه امور امور الدين الاسلامي. فكانت اول مدرسه في الاسلام، اكتب ما تشير اليه العباره، اول مدرسه في الاسلام دار الارقم ابن ابي الارقم. تمام. وكده انتهت مرحله الدعوه السريه. هتبدا بقى المرحله الثانيه، مرحله الجهر بالدعوه او المرحله العلنيه. بعد 3 سنين طبعا من الدعوه جاء الأمر من الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يجهر بالدعوة، قلها لهم علانية. فطبعا بياخدهم واحدة واحدة كده
طلع على جبل مشهور جدا اللي هو جبل الصفا. لو انتم فاكرين القصه بتاعت السيده هاجر لما كان ابنها الرضيع اسماعيل مش لاقي ميه وبدات تسعى ما بين الصفا والمروه، فطلع الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا وبدا ينده على بقى ايه قريش اللي هم في مكه، يا بني عبد شمس يا بني عبد مناف يا بني كذا يا بني كذا، العائلات الكبيره عندهم راحوا له هيقول لنا حاجه مهمه. قال لهم ايه بقى يا اولاد؟ لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الجبل تريد أن تنقض عليكم، أو خلف هذا الوادي، خيلا يعني ناس جايين راكبين خيول وهينقضوا عليكم وهيهجموا عليكم، أكنتم مصدقي؟ هتصدقوني؟ هيقولوا له إيه؟ قالوا له نعم ما جربنا عليك كذبا قط. ما هو انت الصادق مين؟ الصادق الامين. تمام؟ قال لهم اني رسول الله اليكم بين يدي عذاب شديد، يعني انا رسول من ربنا ليكم جاي انذركم لو ما امنتوش بربنا هيعذبكم عذاب شديد. شفت رد فعلهم بقى كانوا ايه لما لسه من شويه قالوا الصادق انت صادق لما ما جربنا عليك كذبا قط؟ رد عليه عمه ابو لهب، اول واحد رد عليه وقال له تبا لك لهذا جمعتنا، يعني هلاكا لك يا عم، روح انت سيبتنا شغلنا عشان تقول لنا ان انت رسول. فرد عليه الله سبحانه وتعالى تبت يد ابي لهب ايه وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب الى اخر السوره. يعني هم من البدايه كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ولكن وما رضوش يؤمنوا ايه بدعوته، تمام كده. ومن هنا تبدا مرحله المحنه والابتلاء. يعني ايه محنه يا اولاد او ابتلاء؟ ابتلاء ان واحد يبتلى بمرض او بفقد حد عزيز عليه او بحاجه غاليه او يعني حاجه مش كويسه. فهنا هيبداوا المسلمون يعيشوا فتره محنه وفتره شده كبيره جدا وابتلاء شديد جدا جدا، لان هيبداوا قريش يعذبوهم ويعاملوهم معامله سيئه جدا 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 وهم يصبروا على هذا الابتلاء وعلى هذه من المحنه. يبقى تاني مرحلة الجهر بالدعوة هي مرحلة المحنة وإيه والابتلاء. موقف قريش. قريش من البداية رفضت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربتها منذ اللحظة الأولى. لماذا؟ يقول لك إن قريش اعتقدت قريش أن الدعوة تهدد مصالحها بين القبائل. يبقى لماذا رفضت قريش دعوة الإسلام أو دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وحاربتها منذ اللحظة الأولى؟ الإجابة طبعا هنا جايب لك إجابتين. أول حاجة لأن الدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم، لأن الدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم. ماشي، دين أبوهم ودين أبوهم ودين اللي جابوهم ماشي، مش عايزين يسيبوه، تمام. شوف الحتة التانية بقى، اعتقدوا أن الدعوة تهدد مصالحها بين القبائل أو مكانتها بين القبائل. تاني يا أولاد، يبقى حاربت أو رفضت قريش دعوة الإسلام منذ اللحظة الأولى وحاربتها ظنا منها أولا طبعا لأن الدعوة تخالف دين آبائهم وأجدادهم، تاني حاجة لأنها تهدد مصالحها ومكانتها، الاثنين مصالحها ومكانتها بين القبائل، بين إيه؟ القبائل. يعني إيه الكلام ده؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هو احنا قلنا إيه سبب شهرة قريش؟ هتقول لي رحلتي الشتاء والصيف، رحلة صيفا إلى الشام ورحلة شتاء إلى اليمن، تمام. لا، قبيلة قريش كمان ليها أهمية كبيرة جدا بين باقي القبائل، إن هي موجودة عندها الكعبة، بيت الله الحرام. طبعا قلنا شبه الجزيرة العربية عبارة عن قبائل متفرقة، قبائل إيه؟ متفرقة، وكلهم بيجوا إلى مكة في موسم الحج، في موسم مين؟ الحج، عشان يحجوا. يبقى إذا مكة ليها مكانة إيه؟ مكانة دينية، تمام؟ طيب هما مش خدنا إن كان لكل قبيلة صنم، فكان كل قبيلة ليها صنم حاطينه حوالين الكعبة، حوالين مين؟ الكعبة. طب هل الإسلام بيدعو لعبادة الأصنام؟ لا، ما هو قريش قال لك طب احنا كده لو اتبعنا دين محمد هيبقى هنخلينا نكسر الأصنام بتاعت القبائل دي كلها، يبقى القبائل دي مش هتجينا ومكانتنا هتضيع، صح كده؟ ما أنا بقول لكم بفكروا بعقل قريش. تاني حاجة
اللي كانوا بيجوا يحجوا دول ما كانوش بيجوا يحجوا بس، ده كانوا بيجوا يحجوا ويتاجروا، بيجيبوا معاهم بضائع. ما هو الواحد منهم كان ياخد ممكن شهر رايح وشهر راجع من القبيله بتاعته لحد ما يوصل مكه، فبالمره يعني زي ما بيقول ربنا في القران ليشهدوا منافع لهم. تمام، المنافع اللي هو التجاره. فهو جاي بيجيب بضائع، وهم قريش بيروحوا بلاد الشام يجيبوا بضائع من الشام ويجوا يبيعوها للقبائل دي. قال لك يبقى كل ده هيضيع. فهمت يعني ايه ان الدعوه تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل؟ لكن هم كانوا فاهمين غلط، لان الاسلام برضه بيدعو الى الحج، والحج شعيره مهمه جدا من شعائر الاسلام واحد اركان الاسلام الخمسه، بس مش بالطريقه دي. يبقى اذا هنا قريش لماذا حاربت دعوه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لأن الدعوة تهدد دين آبائهم وأجدادهم. تمام كده، أنها ظنت أن الدعوة تهدد مصالحها ومكانتها بين القبائل. ماشي يا شباب؟ طيب يبقى فهمناها. لكن طبعا لم يدركوا أن الدين الجديد سيكون سبب عزتهم ورفعتهم وشهرتهم في العالم كله، ده في البداية. تمام، عملوا إيه بقى قريش بقى؟ بدأوا يقفوا ضد دعوة النبي بكافة الطرق، إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه، يؤذوه ويضربوه ويعذبوا أصحابه. تمام، زي ما لو تعرفوا قصة سيدنا بلال بن رباح لما كان سيده أمية بن خلف بياخده للصحراء بقى ويضع على صدره حجر كبير جدا كده ويقول له أكفر بمحمد، إلا أنه صبر وكان يقول أحد أحد، يعني الله أحد. برضو صحابة كتير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي أسرة سيدنا عمار بن ياسر وأمه واللي هي السيدة سمية، كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيمر عليهم وقريش بيعذبوهم عشان يكفروا بيه، ويقول لهم اصبروا آل ياسر فإن موعدكم من الجنة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه بيدعو اصحابه الى الصبر. بدأوا برضو يتهموا الرسول بالسحر، وعمره ما قال السحر ولا مارس السحر ابدا. بالكذب اللي كان الصادق الامين من شويه بقى الكاذب دلوقتي. بالجنون، هو مريض ومجنون بيقول كلام هذيان، كل ده عشان ما حدش يؤمن بدعوته. تمام، قلنا تعذيب اصحابه باشد الوان العذاب. بعد كده لما فشلوا ولقوا سيدنا محمد مكمل او مصر على دعوته واصحابه برضه مصرين والموضوع بيزيد مش بينقص خالص واصحابه بداوا يزيدوا حبه حبه، لجأوا الوسيله ثانيه، وسيله الاغراء بقى. فقال لك نعرض عليه المال والسلطه. فذهبوا الى عمه اللي هو عمه مين اللي رباه، ابو طالب الكبير بتاعه اللي كان بيدافع عنه. قالوا له والله ان ابن اخيك بقى سفه احلامنا وعاب الهتنا وقال فينا كذا وكذا وكذا بالدين الجديد بتاعه والكلام ده كله. ان كان ابن اخيك يريد بهذا الدين الذي جاء به او هذا الكلام الذي يقوله، طبعا ما اعترفوش ان هو دين، مالا جمعنا له مالا فيكون اغنى واحد فينا، وإن كان يريد بما يدعو به سلطة وليناه علينا، خلناه حاكم علينا. فالله قال لهم طيب ماشي أنا هبلغه. تمام، طبعا ابو طالب كان ذو مكانه وليه احترامه كده في قريش، وفي نفس الوقت فقريش عاملين له ايه، ساده قريش عاملين له احترام. تمام، يعني احنا ساكتين عن ابن اخوك عشان خاطرك، فهو برضه وابن اخوه برضه ابن اخوه هيعمل ايه؟ فراح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له ان قومي عرضوا عليك كذا وكذا وكذا وكذا. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين ما أتركه أبدا، ما تركته أبدا إلا أن يظهره الله، يعني ينتشر، أو أهلك دونه. تاني، لو وضعوا الشمس في يميني، يعني لو جابوا مش حتة من السماء يعني اللي هو المستحيل، لو جابوا الشمس كلها اللي مستحيل يعملوها، والقمر في شمالي، وعلى أن أترك الدين ده أبدا، يا إما يظهر أو أنا أموت. يعني إصرار ما بعد إصرار. أبو طالب سكت، قال له خلاص افعل يا ابن أخي ما تشاء فلن أسلمك إلى شيء يضرك أبدا. تمام، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم. اهون ادي الرساله هنا. فرجعوا بقى للتعذيب تاني والضغط تاني، فراحوا جمعوا كل المسلمين وكمان بنو هاشم، الناس اهل سيدنا محمد اللي امنوا معاه واللي ما امنوش، وودوهم في حته كده ما بين جبلين اسمها شعب ابي طالب وحصروهم. قالوا انتوا تقعدوا هنا تحبسوا لحد ما تموتوا ونخلص منكم، لحد لا تاكلوا مننا ولا يجي لكم لا اكل ولا شرب ولا تتجوزوا مننا ولا نبيع لكم ولا نشتري لكم الكلام ده لحد ما نخلص منكم. طبعا فضلوا المسلمين صابرين واستمر الحصار ده لمده 3 سنوات. طب واحد يقول لي 3 سنوات ازاي من غير اكل وشرب؟ يعني اكلوا ورق الشجر، صبروا. بعض الناس اللي عندهم نوع من النخوه من قريش حتى لو ما كانوش مسلمين كانوا بيدوهم بعض الطعام والشراب. وطبعا زي ما انتم شايفين اللي بيحصل عندنا في فلسطين دلوقتي في غزه يعني يشبه اللي بيحصل في الوقت ده. لما اشتد الايذاء اكتر، طبعا الرسول بيأمر اصحابه بالصبر، بس هما برضو احنا بشر وصبرنا ليه حدود.
فالصحابه عرضوا على النبي، قالوا له يا رسول الله ادعوا لنا الله لعله يجد لنا مخرج. فقال لهم خلاص سيبوا مكه وروحوا هاجروا الى الحبشه. الحبشه اللي هي اثيوبيا دلوقتي، يعني عدوا البحر الاحمر وتركوا مكه وهاجروا الى الحبشه. لماذا؟ اشمعنى الحبشه المكان البعيد ده؟ ليه ما راحوش اليمن مثلا؟ قال لهم لان الحبشه بها ملك عادل. بها ملك ايه؟ ملك عادل، اللي هو كان يلقب بالنجاشي. يلقب بايه؟ بالنجاشي، لا يظلم عنده احدا. نركز في السؤال ده، لماذا امر الرسول صلى الله عليه وسلم اصحابه بالهجره الى الحبشه؟ لان بها ملك عادل لا يظلم عنده احد. طب مش بسبب شده ايذاء قريش لهم؟ الاثنين ينفعوا. تمام. طب لماذا اختار الحبشه كمكان يهاجر للمسلمين؟ هي دي بقى اللي هنقول فيها، لان بها ملك ايه؟ ملك عادل لا يظلم عنده ايه؟ احد. تمام. طيب، فخرج المسلمون اليها وقعدوا فيها فتره، وبعد كده رجعوا تاني. بعد كده عندنا حاجه اسمها رحله الطائف. رحله مين؟ الطائف. كل السنين دي بتعدي والرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو قومه، صعبان عليه قومه، مش عايز ربنا يعذبهم رغم ان هم بيأذوه هو واصحابه، والنبي صابر عليهم. تمام. فلما النبي لقاهم خلاص مش راضيين يستجيبوا لدعوته، وبداوا كمان يتجرأوا عليه ويأذوه اكتر، لان في الوقت ده كان عمه مات، عمه اللي كان ظهره وحائط صد ليه من قريش، اللي هو عمه مين؟ ابو طالب. وكمان زوجته السيده خديجه رضي الله عنها اللي كانت برضه بتخفف عنه ما يلاقيه من تعنت ومعامله سيئه من قريش، توفي هم الاثنين في سنه واحده. وسمي هذا العام عام الحزن. عام مين؟ الحزن. فالنبي قال لك هروح مكان تاني يمكن الاقي بني ادمين بتفهم وتستجيب لدعوتي. فراح فين؟ راح الطائف. لكن للاسف لقى اهل الطائف يا اولاد اسوأ واضل من اهل مكه. رفضوا دعوته واذوه وضربوه. اهو لماذا خرج في رحله الطائف؟ رغبه النبي صلى الله عليه وسلم او الرسول صلى الله عليه وسلم في ان يجد مكان اخر للدعوه غير مكه. غير مين؟ مكة. وخاصة بعد فقد عمه أبو طالب وزوجته خديجة اللذان كان عونا له على قومه، يعني بيساعدوه. تمام. جايبها لك هنا، توفي أبو طالب والسيدة خديجة في نفس العام، ومن شدة حزنه أطلق عليه من عام الحزن. عام مين؟ الحزن، عشان ما نتلخبطش بينه وبين عام الفيل. عام الفيل اللي ولد فيه صلى الله عليه وسلم، اللي أبرهة كان جاي يهدم الكعبة. أما عام الحزن هو الذي توفي فيه عم النبي أبو طالب وزوجته السيدة مين؟ خديجة رضي الله عنها. تمام. فرايح يطلب منهم النصرة والمساعدة وينشر الإسلام عندهم، لكن للأسف موقف أهل الطائف رفضوا دعوة الرسول وأمروا بإيذائه، فانطلق عائدا إلى إلى مكة. رجع تاني. وعندنا هنا حاجة مهمة جدا جدا، رحلة الإسراء والمعراج. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو أهل مكة بالدعوة السرية 3 سنوات، ثم لما جهر بالدعوة بدأت مرحلة المحنة والابتلاء للرسول وللمسلمين، وبدأت قريش تأذي الرسول ويتهموه بالكذب وبالجنون وبالسحر، ويؤذوا أصحابه ويعذبونهم بشتى ألوان العذاب. ثم عرضوا عليه المال والزعامة ولكنه رفض لأنه مصر على دعوة الإسلام. ثم رجعوا مرة تانية يعذبوهم وحصروهم في شعب أبي طالب لمدة 3 سنوات. ثم هاجر المسلمون إلى الحبشة. ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رحلة الطائف عندما لم يجد أي استجابة من لدعوته من أهل مكة، أو بدأوا يعذبوهم، أو استجابات ضعيفة جدا جدا. بعد ما توفي عمه أبو طالب وزوجته السيدة خديجة، فكر إن هو يروح مكان جديد ينشر فيه الدعوة ويلتمس فيه النصرة والمساعدة، وهو الطائف. لكنه وجد أهل الطائف أسوأ وأضل من أهل مين؟ من أهل مكة، إن هم رفضوا دعوته وأذوه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم هائما على وجهه في الصحراء، يعني متضايق جدا جدا جدا. هم انتوا بتعملوا فيا كده ليه؟ أنا جاي بدعوكم لصلاحكم في الدنيا وفي الآخرة عشان أنقذكم من عذاب ربنا، يبقى هو ده رد فعلكم عليا؟ فالنبي كان متضايق جدا 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 جدا. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يخفف عنه، أن يسري عنه، عشان يعني ربنا بيقول له إن أنا معاك لن أتركك. فهتحصل رحلة جميلة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام، هي رحلة الإسراء والمعراج. تمام. طبعا رحلة الإسراء والمعراج ذكرت في القرآن الكريم في سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تمام. هفهمكم دلوقتي إيه اللي حصل في رحلة الإسراء والمعراج، وكيف كانت هذه الرحلة تسرية وتخفيفا للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا المنهج عندنا هنا يا اولاد بيقول لك اراد الله ان يسري، ان يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقد عمه وزوجته ورفض اهل الطائف لدعوته. فاصطحبه جبريل في رحله كانت معجزه، هي رحله الاسراء والمعراج. طيب معلش فين التسريه هنا؟ انتوا فهمتوا ايه؟ رحله ايه اللي حصل فيها؟ ده اللي هوضحه لكم بقى عشان تعرفوا يعني ايه كانت رحله الاسراء والمعراج.
تخفيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللي حصل ان ربنا سبحانه وتعالى ارسل للنبي سيدنا جبريل ومعه حاجه هيركبها كده اسمها البراق. البراق ده كده زي الحصان كده او اصغر من الحصان بشويه، خطوته عند مد بصره، يعني الخطوه بتاعته لما بيشوف. فخدوا في جزء من الليل، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا، جزء من الليل، وخدوا في رحله الى المسجد الاقصى. طيب برضو فين التخفيف هنا؟ فين المتعه هنا؟ اولا يعني قبل الرحله دي يقال يعني في التفاسير ان ربنا ارسل سيدنا جبريل ومعاه ملك الجبال، لان النبي يا اولاد كان دعا دعاء يعني اهتز له السماء، وانه اخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللي بندعو فيه لما نكون في حاله ضعف او كده. تمام. بدا يدعو ربنا سبحانه وتعالى ويقول: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، اللهم انت رب المستضعفين وانت ربي، الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري؟ ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الارض، او ما معنى الحديث عشان مش حافظه، باشا ما نلخبطش فيه، وحديث النبي مش قران يعني. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره، ان يحل بي سخطك او ينزل علي غضبك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوه الا بك. دعاء جميل جدا جدا جدا. فاهتزت السماء لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال سيدنا محمد بيخففوا عنه: السلام يقرئك السلام يا محمد. وعارفين اللي حصل طبعا. فقال له: انت زعلان من ايه؟ من اهل الطائف ولا اهل مكه؟ معايا ملك الجبال، امره. فقال له ملك الجبال: لو امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت، اهرسهم كده بالجبلين، افعصهم بالبلدي كده. لكن طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لا، طبعا الرحمة المهداة، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بالله ورسوله، سيبهم يمكن ربنا يهديهم، إذا ما كانش هم يبقى أولادهم. طبعا عندنا سيدنا نوح قبل كده في القرآن لما دعا قومه 950 سنة، آخر ما زهق قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ما تسيبش منهم حد، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فجاء الطوفان شالهم كلهم. لكن هنا رحمة سيدنا محمد بأهله، بأهل الطائف، بالناس اللي هم عصوه وأذوه، برضو لا، في عز غضبه لا، اتركهم، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ويؤمن بالله ورسوله. تمام. فهياخدوا بقى رحله الاسراء للمسجد الاقصى. ايه اللي في المسجد الاقصى بقى؟ هيلاقي بقى مين بقى؟ ربنا هيحيي له كل الرسل وكل الانبياء واقفين مستنيين ان سيدنا محمد يصلي بيهم اله. يقول يعني ربنا بيعوضه، يقول: انت يعني زعلان من اهل مكه واهل الطائف والناس دول؟ اهم كل الرسل وكل رسول طبعا يمثل الامه بتاعته كلهم خلفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. وبعد كده هتبقى رحله ثانيه كمان اسمها رحله المعراج بقى للسماء السابعه لحد سدره المنتهى عند ربنا سبحانه وتعالى. وفي طبعا كلام كتير بس طبعا مش هنقولها دلوقتي عشان بس المنهج. ولما رجع بقى صلى الله عليه وسلم اخبر قريش، قال لهم ان انا الاسراء بس اسري بي البارحه من المسجد الحرام هنا في مكه الى المسجد الاقصى. قالوا له: انت مجنون، مسجد اسرائيل اللي في يوم وليله رحت جيت. تمام. ده احنا بنروح فيها شهر رايح وشهر جاي. فراحوا بقى قابلوا صاحبه ابو بكر الصديق: يا ابا بكر اتدري ماذا يقول صاحبك؟ صاحبه بيقول ايه؟ يزعم يعني بيكذب، يدعي انه اسري به البارحه من المسجد الحرام هنا الى المسجد الاقصى ونحن نضرب اليها اكباد الابل شهرا ذهابا وشهرا ايابا. رد ابو بكر الصديق في روايتين للرد هنا. سيدنا ابو بكر في روايه بتقول قال لهم: ان كان قال ذلك فقد صدق، لو قال كده يبقى هو صادق. وفي روايه ثانيه، وعشان كده لقب بالصديق، دي اللي موجوده عندكم هنا اهي. في روايه ثانيه بتقول لك ايه بقى؟ ان سيدنا ابو بكر قال لهم: والله لو اخبركم انه عرج به الى السماء لصدقته. تمام. ولذلك سمي ابو بكر الصديق بالصديق. كده خلصنا الدرس بتاعنا. اتمنى ان يكون الدرس يعني هو درس سهل جدا وجميل، كيف من بدايه البعثه انه بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نزل عليه الوحي في غار حراء وهو عنده 40 سنه في احدى ليالي شهر رمضان، وبدا بعثته، بدا دعوته هيقسم المراحل الدعوه ل4 مراحل: الدعوه السريه ثم الجهريه ثم
الجهر بالدعوه دون مواجهه، الجهر بالدعوه دون مواجهه اللي هي المحنه والابتلاء، ثم صد المعتدين ودي هتبقى في الدرس اللي جاي، ثم عالميه مين؟ عالميه الدعوه اللي بعد ايه؟ صلح الحديبيه. تمام. طبعا من بدايه الدعوه قريش هتقف ضد دعوه النبي وتاذيه هو واصحابه من البدايه، لكن هو هيصبر وهيواجه. بعد كده هيعرضوا عليه المال والسلطه، ثم هيامر اصحابه بالهجره للحبشه، ثم بعد ذلك تكون رحله الطائف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد اي قبول من اهل الطائف وهيؤذوه، فتحدث رحله الإسراء والمعراج. وصلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.